هكذا إذا تعرفنا على مباراة دور 32. منتخب مصر يلاقي أستراليا. كابتن محمد أبو تريكة، مبروك تأهل منتخب مصر التاريخي إلى الدور المقبل من كأس العالم لمواجهة أستراليا. أداء كبير، ظروف صعبة، إصابات، تقلبات، كمية كبيرة من الإثارة عشناها في مباراة ثلاث منتخب مصر. يعني الحمد لله الأهم اللي احنا ضمننا التأهل للدور القادم. في سلبيات في سلبيات، في تراجع في تراجع، انما له اسبابه. انما احنا بنلاعب بالمصنف 21 على العالم. منتخب ايران منتخب قوي، منتخب عنيد، عنده كل حاجه قوي، منتخب عنيد، عنده كل حاجه تزعج المنتخب المصري. عنده الروح، عنده اللياقه البدنيه، عنده الكرات المباشره، عنده لاعبين ذو خبره، ممكن 3-4 مشاركات في كاس العالم. فاعتقد انه تعادل يعني ضمن لنا التأهل. انما عندنا سلبيات كتيرة، عندنا ضحايا ابرزها صلاح، إصابة صلاح. اتمنى يكون ان شاء الله يكون إصابة خفيفة. انما على الورق 5 نقاط من مجموعة كانت قبل مجريات البطولة، نقول 5. انا لعل وعسى لعله خير. وصلنا لهنلاعب استراليا. انا ما بحبش العب كوريا على فكرة. كوريا صراع، كوريا واليابانيين صراع قوي وبيزعجونا. استراليا منظمين واقوياء بدنيا، انما يعني رتمهم زينا، فهنعاني. ممكن دي كانت بروفا للي هنشوفه قدام استراليا، المباراه بتاعتنا النهارده. فلازم معالجه الاخطاء، معالجه الكرات العرضيه، المشاكل بتاع الكره الثانيه اللي كانت ظهرت في هذه المباراه، والتعامل مع الاصابات اللي موجوده، لان اللاعبين بذلوا مجهود كبير يا محمد صراحه في ال3 مباريات، جري كبير ورتم عالي ومجهود كبير. فالاصابات وضع كان متوقع. انما اعتقد ان احنا في ال3 مباريات قدرنا ان احنا نتاهل للدور القادم، وده المهمه اللي احنا كنا رايحين ليها بالنسبه لنا. واتمنى ان شاء الله ان يبقى نستعيد مره ثانيه التركيز، لان بعد الفوز الاول طبعا انت عارف بتبقى الافراح وبيبقى الامور كبيره. وفي نفس الوقت لعبنا خصم عنيد، خصم ذو خبره عاليه صراحه، ما بطلوش جري، مع ان زي حول الله بيقعدوا في المكسيك ويجي يلعبوا في امريكا. فشخصيه كبيره للمنتخب الايراني، زي ما قلت يبقى عنده كل المشاكل اللي تزعجنا. لاعبين بدفاع بدني قوي، ضغط في بعض في وسط الملعب، ضغط قوي، الصراعات الثنائيه، الصراعات الهوائيه، فمزعجين. فالصراحه مبروك لنا النقطه، مبروك التاهل، وان شاء الله نستعد للمباراه القادمه، لانها هتبقى مباراه نفس المباراه دي ويمكن تبقى ذات صعوبه.